ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو تحفه هيعجبكم قوي. وسهل وسريع، يعني بصوا فطار كده حلو قوي. وخفيف ولذيذ كده. معايا حله فيها ميه احط فيها ملح، ومعايا بقى مكرونه. مكرونه اقلام. نزلتها يعني الميه غليت ونزلت المكرونه. هعمل ايه؟ هعمل مكرونه بشاميل. هعملها بطريقه سريعه كده يعني، وهعمل بشاميل بجد. هيعجبكم قوي، يعني بشاميل كريمي كده وحلو جدا. يعني طريقة البشاميل دي بجد، عايزة اقول لكم يعني طريقة مضمونة، مش هتكلكع معاكم خالص. بصوا انا حطيت كوباية من الدقيق. او عايزة اقول لكم يعني ايه، لو حابين بالكوباية اعملوا بالكوباية بتبقى حلوة قوي. ولو بالمعالق، هما 7 معالق كبار. المعالق المعلقة الكبيرة بتاعت الاكل ديت. بتبقى على شكل هرمي كده. يعني هو 7 معالق من الدقيق، عليهم 7 معالق من المادة الدهنية، زيت بقى سمنة براحتكم. أنا حاطة زبدة وزيت. بس هبدأ بقى أقلب كده الدقيق في الزبدة والزيت. بصوا هقلب بقى لحد ما أشم ريحة الدقيق، ويبقى لونه ايه، دهبي غامق شوية كده. بس أبدأ بقى أنزل اللبن. بس وأنا بنزل اللبن بطفي النور، عشان أقلب بقى على مهلي كده وما يكلكعش معايا. بص طريقة مضمونة والله، يعني لو البشاميل بيكلكع معاكوا، لا اعملوه بالطريقة دي حلوة قوي. بصوا ايد كده بتنزل اللبن، وايد بتقلب البشاميل وانا طافية النار. وبعد كده ايه، هشغل النار تاني عليه. عايزة اقولكم بيبقى تحفة. ومعايا مية بقى من بتاع سلق المكرونة. حط شوية كده براحتنا بقى. نحط ايه يعني كوبايتين كده بتبقى تحفة. تديها قوام حلو قوي. احط بقى ايه، فلفل اسود وكمون. واحط بقى واحده من ورق اللوري وواحده من الحبهان، وهنطلعهم عادي بسهوله، يعني مش هيعملوا لنا قلق. بيدوا طعم وريحه حلوه قوي للبشاميل. وحطيت طبعا الملح. وحطيت مرقه، طبعا المرقه بتبقى حلوه جدا مع البشاميل. بصوا القوام بتاعه يعني حلو جدا. وانا هسيبه شويه، يعني انا مش هعمل المكرونه على طول، يعني انا جهزت المكونات بتاعتها. بس هحطها بقى واعملها بقى في البايركس بعد شويه، يعني قبل الفطار بشويه كده. هبدا ان انا ايه، اجهزها يعني. بصوا كريمي وتحفه، عايزه اقول لكم لا بجد. يعني طريقه مضمونه للبشاميل اللي مش هتكلكع معانا ولا حاجه. لما بتبقى الماده الدهنيه متساويه مع الدقيق، او ممكن نزود معلقه مثلا، او مكعب من مرقه من الزبده مش المرقه. او نزود مثلا معلقه من الزيت. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه. ومش بيكلكع بقى معانا ولا حاجه خالص، يعني انتوا شايفين بصوا البشاميل كريمي وحلو ازاي. وتقل بقى شويه، يعني اما برد شويه تقل معانا، لان انا يعني جهزته، وزي ما بقول لكم ايه. عملت صينيه المكرونه قبل الفطار بشويه، يعني قبل الفطار بحوالي كده ايه. ساعه الا ربع دخلتها الفرن عشان تبقى سخنه كده وايه وتبقى حلوه. بس هاخد شويه واقلبهم مع المكرونه كلها. وبعد كده شويه بشاميل في البايركس الحلو ده. بس وهعملها بالطريقة العادية بقى ايه المعروفة، بس هو البشاميل بجد اهم حاجة. آه يعني اهم حاجة البشاميل، يعني يبقى كريمي كده ومش مكلكع معانا، هو اللي بيدي نتيجة حلوة قوي لصينية المكرونة. بس هحط جزء بقى من المكرونة في البايركس، واحط بقى العصاج. عايزه اقول لكم برضو لما بيبقى عندنا عصاج موجود في الفريزر بجد بيسهل علينا كتير قوي. يعني بيوفر معانا شوية ان احنا ايه هنعمل بقى عصاج وهنفرم بصل والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه. فبيبقى حلو قوي برضو لما بيبقى موجود عندنا ايه عصاج. وانا بعمله بقى ايه العصاج، بصوا انا يعني مثلا بصلتين. بفرمهم واحمرهم شوية يبقوا لونهم ذهبي فاتح، وبنزل باللحمة عليهم. بس واحط ملح وفلفل. ممكن بقى ايه واحدة حبهان واحدة ورق لوري بس كده. بيبقى الطعم ايه تحفة والله بجد. يعني مش بحط اكتر من كده عليه. بس هحط بقى الجزء من المكرونة وشوية من البشاميل تاني. واحط بقى العصاج. وبعد كده شوية بشاميل، واقفل بقى ايه، بباقي المكرونة، واقفل الصينية بقى بالبشاميل التحفة ده. يعني عايزة اقول لكم البشاميل بجد طلع حلو جدا وكريمي وجميل قوي. يعني جربوه بجد بالطريقة دي اللي هي بتبقى المادة الدهنية متساوية او زيادة شوية، بس حاجة بسيطة معلقة مثلا. لكن ما نقللش قوي هتلاقوه كلكع مننا. يعني لو قللنا المادة الدهنية وحطينا دقيق ياما هتلاقوه كلكع. لكن كده بيبقى متحمر حلو قوي.
وننزل بقى باللبن عليه بيبقى لا تحفة. بس هحط باقي المكرونة ونقفل صينيتنا الحلوة دي، وبعد كده ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200، على الرف الأقرب يعني للأرضية، وبعد كده نرفعها تحت الشواية. بس يعني المكرونة مش عايزة تقعد كتير في الفرن عشان تبقى يعني تبقى جوسي كده وحلوة، ما تبقاش ناشفة والبشاميل نشف فيها يعني. لانها لما بتقعد في الفرن كتير بتلاقوا البشاميل المكرونة شربته كده لا بتنشف، لكن لما بنقعدها قليل لا بتلاقوها حلوة قوي. بس هحط بقى باقي البشاميل، وممكن نعمل كمية من البشاميل حلوة ونحطها في الفريزر برضو، هتوفر معانا وقت كبير لما نحب نعمل يعني صينية المكرونة. نطلع البشاميل يفك او نفكه بشوية مية من بتاعة السلق المكرونة، بيبقى حلو برضو. بصوا لا البشاميل تحفة كريمي وتحفة بجد، وريحته عايزة اقول لكم واو بجد، من ورقة اللوري والحبهان. وطلعناها اهو بسهولة يعني، واحنا بنقفل يعني الصينية لقيناها طلعناها من البشاميل عادي يعني، مش هتتعبنا في حاجة. بس هدخلها بقى، وبعد كده احط عليها رشة، قبل ما ادخلها الفرن احط رشة جبنة موتزاريلا، بتديها برضو طعم حلو برضو. وممكن ما نحطش خالص، ممكن في باقي البشاميل ده نحط بيضاية كده، يعني قبل ما نحط باقي البشاميل على وش الصينية نحط بيضاية ونقلبها في البشاميل كله ونقفل بيها الصينية كده على الوش، بتدي برضو لون وطعم حلو قوي. ولو من غير خالص ولا بيض بقى ولا جبنة بتبقى برضو حلوة، بتتحمر برضو بتبقى تحفة. عايزة اقول لكم كانت صينية مكرونة بجد لا طلعت تحفة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي رأيكم، هتعجبكم قوي. هنعمل ايه بقى تاني؟ معايا لفة من الجلاش، هنعملها بقى بطريقة حلوة كده. يعني احنا بقى طلعنا العصاج، فقلنا بقى نعمل ايه. آه هنعمل جلاش باللحمة المفرومة، ان نعمل صينية حلوة كده وسهلة وسريعة وطعمها طلع تحفة. بصوا انا بجيب الجلاش اللي هو من الفرن، يعني مش بجيب بتاع الشركات، لا بحب اللي هو من الفرن اكتر. حتى السمبوسك برضو يعني لو انا مش بكون عاملاها بجيبها من الفرن برضو بتبقى حلوة قوي. بصوا بقى انا هفرد كده الورق بتاع الجلاش، وهدهن كده معايا زبدة مسيحاها في الميكرويف. هدهن كده بالفرشة الاول، هدهن الصينية، وبعد كده هدهن ورقتين، يعني هدهن الورقة اللي فوق دي بس، واخد ورقتين بقى الفهم بالعصاج. ممكن بقى جبن، ممكن سبانخ، كنت عاملاها قبل كده كانت حلوة قوي برضو. يعني نشوح السبانخ شوية او ننشفها شوية من المادة السائلة اللي بتبقى فيها، ونعملها بقى بالجبنة بتبقى حلوة، يعني سبانخ على جبنة، بدل لفة يعني بدل العصاج، بتبقى حلوة قوي برضو. وبنفس الطريقة كده، يعني بنفس الطريقة اللي هنعمل بيها الصينية دي. الحشوة براحتنا، يعني ممكن ميكس جبن، ممكن جبن بالسبانخ بتبقى تحفة، بتبقى مش باينة ان هي سبانخ اصلا يعني. بس هاخد ورقتين بقى والفهم رول كده، بس كده واحطهم بقى في الصينية الحلوة دي. يعني هعمل بقى آه كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة. بس هيتبقى شوية من اللفة ديت، يعني هشيلها تاني، هلفها كده واشيلها في اكياس من بتوع التلاجة، لو احتجتها في وقت تاني في حاجة تانية او في وصفة تانية او اي حاجة هطلعها هتبقى طرية كده وحلوة برضه. بس المهم نقفلها كويس، يعني نشيلها في الفريزر متقفلة كويس عشان ما يطولهاش مية ولا حاجة، هتلاقوها طارت وبقت مش حلوة. بس بصوا انا باخد ورقتين ورقتين وبلفهم رول بس، واحطهم بقى في الصينية جنب بعض كده. عايزه اقول لكم فطار حلو وخفيف كده ولذيذ يعني. وحمرت طبعا بطاطس، فالموضوع حلو يعني. والموضوع كله هو يعني مش مكملش معانا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، على يعني لو هنعمل لحمه هنعمل عصاج في الوقت ده، يعني هو نقول ربع كيلو على شويه بصل كده، بصلتين تلاتة. الموضوع يعني سهل وبسيط يعني. بس بحط العصاج كده بالطريقه دي، اقفل بقى. ممكن نحط على العصاج ده فلفل الوان بيبقى تحفة برضو،
بس ده انا كنت عاملاه ايه يعني، مش حاطه له اي اضافات تانية عشان يعني ينفع معايا في حاجات كتير، فاهمين؟ يعني ايه، ما كنتش ضايفه عليه حاجه. بس لو حبيت اعمل حاجه كده يعني، ممكن لو حبيت احط مثلا فلفل، ممكن اشوح الفلفل الالوان شويه واحطه على العصاج، هيبقى حلو برضو. يعني ممكن اشوحهم مع بعض شويه. بصوا كده الصينيه خلصت. عايزه اقول لكم طلعت واو بجد، طلعت تحفه قوي. هدهن بقى شويه من الزبده اللي باقيين يعني. وبعدين هعمل ايه، هقطعها. ومعايا بقى لبن واحده من البيض. احط عليها فلفل اسمر، مش هحط ملح، هحط فلفل اسمر بس. وممكن نحط نص معلقه من البيكنج باودر. انا ما حطيتش صراحه، انا حطيت بس ايه، هي البضايه واللبن ورشه الفلفل الاسمر. وسقيت الصينيه بيها ودخلتها. بس بصوا عايزه اقول لكم، حوالي ربع ساعه كده عشان ما تنشفش برضو معانا. يعني يا دوب لونها بقى ذهبي من الجناب، فتحت عليها الشوايه عشان ما تنشفش. ولو انتوا حابينها طريه بقى شويه، هنطلعها من الفرن نغطيها، فتلاقوها طريه وحلوه. هجيب دلوقتي كوبايه من اللبن، عليها واحده من البيض، ورشه فلفل اسمر. حابين بقى نحط نص معلقه من البيكنج باودر برضو، هيخلي الجلاش تحفه. بس انا صراحه ما حطيتش، يعني ما كانش عندي بيكنج باودر. بس البيض خلاه نفش كده وبقى حلو برضو. يعني الجلاش بقى مورق وحلو، عشان احنا دهنينه طبعا زبدة، فلا طعمه طلع حلو قوي. بس هسقي بقى الكمية دي كلها، وما تخافوش ان هي ايه كوباية لبن كتيرة يعني. ما طريتهوش ولا حاجة، لا. خليته بصوا تحفة ومورق وطعمه حلو قوي. بصوا بقى، انا مش هدخل الصينية على طول، انا هسيبها شوية كده ايه، يعني لمدة مثلا 5 دقايق ولا حاجة بره، هتتشرب بقى شوية. وبعد كده ايه ادخلها بقى الفرن. على الرف اللي في النص طبعا، دي الجلاش على الرف اللي في النص. يا دوب الجناب كده تاخد لون ذهبي، وبعد كده ايه افتح الشوايه عليها. بص عايزه اقول لكم تحفه. تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوه بجد اللي بتشجعني. بصوا بقى صينيه المكرونه طلعت حلوه ازاي، والجلاش لا طلع تحفه. وشكله حلو وتغيير يعني، او مختلف عن الصينيه العاديه اللي بنعملها. يعني الرول ده بيبقى شكله حلو، وبناكله بطريقة سهلة اكتر من الطريقة العادية يعني. بصوا بقى المكرونة طلعت جوسي وحلوة ازاي. وطبعا حمرنا بطاطس، طلعنا مخلل من الحلو اللي كنا عاملينه مع بعض. عايزة اقول لكم لا، الموضوع سهل كده وحلو، والاكل خفيف ولذيذ يعني. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوة بجد اللي بتشجعني. بصوا المخللات بجد طلعت حلوة قوي اللي عملناها مع بعض. بس انا ما فتحتهاش معاكم بقى، يعني بجد عايزه اقول لكم طلعت كلها تحفة. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم. مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين.